يعني خلينا نقول دلوقتي ان احنا بنعيد تاني تجربه مين؟ فاراداي. ايه الجديد النهارده؟ ان المجال المغناطيسي اللي فاراداي هيستخدمه هو مجال ناشئ عن مرور تيار في ملف اسمه الملف الايه؟ الابتدائي. ده حصل امتى وده حصل امتى؟ ده واحد، ده حصل مع غلق دائره الملف الابتدائي مع لحظه ادخال. لا، الاول مع غلق برضه دائره الملف الابتدائي مع لحظه ايه؟ اخراج. صح يا باشا؟ طب ما الفكره هنا ان لحظه الادخال عملت ايه؟ زياده في معدل القطع، صح؟ وهنا حصل نقص في معدل القطع، وهنا بنطبق في الحالتين قاعده لينز عشان اقاوم الزياده واقاوم النقص. انا ممكن اولد نفس الحاجه هنا لو عملت لحظه غلق دائره الابتدائي. واحد يقول لي ثانيه بس، ما انت عامل كده فعلا. لا، وكده تغير المجال في حاله ايه؟ زياده، فكانك عملت ادخال بس عن طريق تغير شده التيار. طب لو التيار ده وصل للقيمه العظمى سيثبت مجال الابتدائي، هيتولد حاجه الا اذا عملت ادخال واخراج. طب لو انا بقى عايز احقق لحظه الاخراج بشكل تاني، هعمل ايه؟ هعمل اللي انتوا لسه قايلينه، لحظه فتح دائره الملف الايه؟ لان لحظه الفتح دي بيحصل فيها ايه؟ انهيار لحظي للتيار، صح كده؟ تعال نشوف ليه اسم الدرس الحث المتبادل بين ملفين. طب مش التيار المستحث في الثانوي هيولد مجال؟ طب ثابت ولا متغير؟ هيأثر على مين؟ بنفس تأثير الابتدائي على الثانوي، فهيتولد في الابتدائي بتأثير مجال الثانوي عليه نفس الحاجتين. تيجي تبص بعينك على الابتدائي تلاقي حاجة غريبة حصلت، تلاقي ان التيار المستحث اللي اتولد في الابتدائي بتأثير الثانوي الحث المتبادل في نفس اتجاه التيار الاصلي. طب لو انت مركز معايا بقى ترد عليا، هو التيار الاصلي بيعمل ايه؟ لكن هنا في بلوه، انا مش عارف بقى قدراتك الذهنيه هتجيبها ولا لا. عارف يعني ايه يا حبيبي لحظه فتح؟ اسمع، يعني التيار في حاله انهيار. التيار المستحث اللي نشأ في الابتدائي في سكه مين؟ والاصلي ماله؟ يعني دي اشتغاله. لو اتسالت سؤال نظري على الحث المتبادل لازم تجاوب رايح راجع. معدل القطع اللي حصل في الثانوي كان سببه الاساسي غير الادخال والاخراج. يا لو حد يقولها بسرعه، تغير ايه؟ صح، يعني تغير التيار بمرور الزمن. بس تغير التيار اللي جاي منين؟ الابتدائي. شايف القانون ده؟ يحل لك 50 60% من اسئله الحث المتبادل بشرط. ده الحث المتبادل بافكاره